حسن البنا رحمة الله عليه قال لا نجرح أشخاص ولا هيئات، لكننا أقول أن لابد هناك نص في النبوي شريف يجبر أي مسؤول عشان يجي يختار حد لازم يختار إنسان بمقاييس معينة ثم يتابع أداؤه، لأن دي الأمانة بين يدي الله. لما بختاره لازم أختار أحسن الموجودين، ولما أختاره كمان ما سيبوش. عارفة سيدنا عمر بيقول إيه؟ لو أني عمدت إلى خيركم فوليته عليكم أكنت قد أديت ما علي؟ قالوا نعم يا أمير المؤمنين. خلاص بقى أنت جبت أحسن واحد فينا وعينته علينا. قال لا والله حتى أنظر ماذا يصنع. زواج رأس المال بالسلطة أفسد الاثنين. حضرتك بتقول إنه ما فيش أي نوع من التواصل، هسألك ماذا لو حدث هذا التواصل؟ نتمنى ما بينكم وبين الحزب الوطني، يعني ممكن يكون شكله إيه أو صلته؟ صلته بس معانا إيه؟ بس حضرتك نرجو أن يمد الحزب الوطني يده لكل أبناء مصر، لأن عند كل هذه الاتجاهات أفكار وشخصيات تتمنى إنقاذ أمنا مصر مما هي فيه. طيب. فنجتمع كلنا لإنقاذ أمنا. ده رأيي الوحيد. سؤالي دلوقتي فضل. محوره الإخوان والحزب الوطني، إيه الصيغة اللي ممكن الإخوان المسلمين يتفاهموا بيها مع الحزب الوطني؟ وهذا شيء مش مبتغى يعني ومش حضرتك مخولة بحاجة؟ لا خالص. حضرتك عندك لا رؤية على الإطلاق رؤية. على الإطلاق طب الحقيقة. بس أنا يعني أرأيت لو أن هذا الأمر لم يحدث أنا أتناقش فيه قبل أن يحدث. دكتور محمد بديع، حضرتك تعرف احنا اتكلمنا قبل الحوار، وأنا الحقيقة لا أتمنى أن الحزب الوطني يحكم ولا الإخوان المسلمين يحكم. ونحن لا نريد أن حضرتك عارف إنه ده موقف الشخصي. في فرق كبير جدا بين الجملتين. أنت تتحدثي عن من يحكم بقاله 30 سنة وأكثر، وتحدثي عن ناس بيقول لك احنا مش عايزين نحكم لان احنا اعقل. يعني حضرتك بتقول ان الاخوان المسلمين أيوة. لا يسعون للوصول والله نحن اعقل من ان نحكم مصر الان. ليه؟ هقول لك ليه. كيف نصدق هذا جماعه الاخوان المسلمين؟ هقول لك على حاجه. نحن نريد اصلاح مصر الان، واصلاحها لا يمكن تقوم به لا الحزب الوطني ولا الاخوان المسلمين ولا اي فصيل لوحده باي حال من الاحوال. احنا عايزين مرحله انتقاليه فيها حريه للشعب المصري ده يسترد انفاسه، يعود الى ادميته، يعود له حريته وامكانياته البشريه الهائله. الشعب المصري ده شعب عريق. فين هو الان؟ بعد الفاصل هسأل حضرتك برضو على شعار الإخوان المسلمين اللي موجود في كل مكان. احنا هنا في مقر نواب البرلمان الإخوانيين أو المستقلين. هسأل حضرتك عليه وعلى ما فيه. نعم.